في الشأن الاقتصادي، وقبيل ساعات من انعقاد الثلاثية الاجتماعية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، نددت النقابات المستقلة من تواصل سياسة الإقصاء التي يتم انتهاجها سنويا في لقاءات الثلاثية. يحدث هذا رغم دورها المحوري في التأثير على قرارات وبنود العقد الاجتماعي الاقتصادي، خاصة وأنها تمثل أكبر شريحة من العمال الجزائريين، ما دفع بنقابات المستقلة بالتهديد بوقفة احتجاجية تجاه التهميش يوم اللقاء. المزيد في سياق تقرير محمد شوقي علاك. مرة أخرى اجتماع الثلاثية في طبعته 16 يتم تهميش النقابات المستقلة عن لقاء الحكومة بالشركاء الاجتماعيين، حدث ينتظره كل العمال الجزائريين، حيث طلبت نقابة الأسلاك المشتركة بإشراك جميع الأطراف لتفادي أن تكون الثلاثية مجرد اجتماع روتيني بين الحكومة وحاشيتها. اللي ممكن كان ينتظر، احنا أولا كنقابة مستقلة رانا نندد بهذا الإقصاء للنقابات المستقلة تاع الوظيفة العمومية اللي فعلا هي اللي تمثل تمثيل حقيقي للموظفين، ورايحين نقوم بوقفة رمزيا يوم 23 فبراير القادم حول هذه النقطة بالذات. اجتماع الثلاثية يحمل في طياته قرارات في غاية الأهمية لشريحة العمال، لكن النقابات المستقلة متمسكة بقرار الاحتجاج يوم اللقاء بسبب إقصائهم من هذا الحدث. هي قرارات في غاية الأهمية لشريحة العمال، لكن النقابات. وفي نفس السياق طالبت كل من النقابة المستقلة لنقابة التربية وكذا نقابة الأسلاك المشتركة بإلغاء المادة 87 من قانون العمل، والتي تشكل حسبهم هاجسا أمام أجور العمال. محمد شوقي علاك ثانية. هي إلغاء المادة 87 مكرر، هذه اللي ولات مسلسل، وكأنه راح يولي حدث عظيم، وكأنه عشية محروقات راح يولي حدث بارز بيتم محروقات. السكن مثلا، بالنسبة لملف السكن كان المفروض تكون فيه آليات فيما يخص الجانب الاجتماعي للموظفين، كيفاش تكون عندهم في هذا الجانب، خاصة لما الآن راح يفعلوا هذا القروض، هذا القرض الاستهلاكي في تقديرنا اللي هو الاستهلاكي مش المؤسسات. الأولى أن نفعل آليات الاستفادة من السكن.